كتير متجمعة في المكان ده. أهلا بيكم مع نقلة فنية جديدة فرنسية على أرض مصرية. متحف محمود خليل وفرج، واحد أجمل وأرقى مدينة في مصر على الإطلاق. جاهزين تعرفوا إيه الحكاية؟ يلا بينا. متحف محمد محمود خليل واحد من أهم المتاحف الفنية في الشرق الأوسط. كان بيسكنه السياسي محمد محمود خليل. كان وزير للزراعة وبعدها رئيس لمجلس الشيوخ. محمد محمود خليل كان واحد من أكتر الأشخاص اللي كانوا محركين للحركة الثقافية. كان عضو فعال جدا في دعم الحركة التشكيلية المصرية من خلال تأسيس لجمعية لمحبي الفنون الجميلة علشان تدعم الفنانين المصريين والأجانب المقيمين في مصر. تم تشييده سنة 1915 على الطراز الفرنسي. كمان المتحف يعد من أهم الصروح الثقافية على مستوى العالم بكم الكنوز الموجودة فيه من مجموعات نادرة من روائع الفن العالمي. هو كتاب مفتوح عن تطور الحركة التشكيلية العالمية من الناحية الفنية كفن تشكيلي، ومن الناحية المهرية كحرف وصناعات. من الحاجات المهمة هنا الأعمال النحتية، في تحف بتعد ثروة للمتحف. النحات الفرنسي رودان من أشهر النحاتين الفرنسويين. من أعماله حوا، تمثال حوا. المتحف 3 أدوار، الدور الأرضي بيضم مجموعة من الخزف وفيه تمثال رودان نحات فرنسي. الدور الأول أول لما تدخل لوح بقى، لوح 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 لوح، بغض النظر عن اللوح بس المكان هناك رائع جدا. حكاية المتحف لما سافر محمود خليل إلى باريس لدراسة القانون في جامعة السربون. هناك تعرف على زوجته إيميلي هيكتور، ولما رجع معاها مصر بنى لها قصر جميل على النيل، وعاش معاها ما بين مصر وفرنسا. اهتماماتهم كانت واحدة، بيحبوا يجمعوا اللوحات والأعمال الفنية ويقتنوها، وجيهم مصر والبيت ده اتبنى كانوا قاعدين فيه. وكانت هوايتهم إن هما بيجمعوا الأعمال الفنية للفنانين المشاهير، سواء في فرنسا أو في دول أوروبا أو في شرق آسيا. وأوصى زوجته بأن القصر ومقتنياته للحكومة المصرية. اللوحة دي لوحة للأميرة فجرام بنت إمبراطور النمسا اللي اتجوزت نابليون، كانت الزوجة التانية. الجواز كان سياسي وصالح بين النمسا وفرنسا. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من برنامج تاريخ لا ينتهي، ولكن ما ننساش إن لكل حكاية نهاية، وبعد كده بنبدأ حكاية تانية من أول وجديد. استنوني في حلقة جديدة ومعلومة جديدة وتاريخ لا ينتهي مع بسمة مختار.